نختار واحد من الإخوان المسلمين ولن ندعم، وكنت أتمنى أن لا يترشح أحد في تيار إسلامي، يعني محسوب على تيار إسلامي مش مسلم ولا. ليه فضلت ليه؟ لأن حرصا على مصلحة مصر التي الآن يعني تحت المجهر. لو تقدم واحد من هذا الصنف بالذات الآن مشكلة في استهداف مصر فيما ينتظر لها في المستقبل. تقصد استهداف خارجي ودولي؟ نعم كما حدث مع حماس بالضبط. والآن الحمد لله المشهد بيعود مرة أخرى ليحقق ما قلناه نحن: رئيس توافقي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وانتخاب جديد لرئيس جمهورية، رئيس دولة، وهناك انتخاب أيضا لرئيس وزراء جديد ليس لا من حماس ولا من فتح، شخصية توافقية. والآن يعلن كل الكتلتين أن كل واحد منهم يريد أن يترك موقعه كرئيس وزراء، وأن يتم انتخاب جديد لرئيس دولة متفق عليه تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية التي تجمع الآن كل فصائل الفلسطينيين. وهذا مشهد يؤكد ما قررناه نحن في مصر هنا، أن المصلحة تقتضي الآن أن يكون شخصية وطنية توافقية ذات قيم طبعا ومبادئ، ليست من التيار الإسلامي. لا أقول ليست محسوبة على هذا التيار الإسلامي، لأنه الآن يعني يستهدف وتستهدف مصر من ورائه ليفشل هذا المشروع. طب يمكن أن يستهدفوا أيضا من خلال التيار